انظروا في عالمنا المعاصر، في أي بلد من البلدان لا تذكر التربية، لا يذكر علم الإحسان، لا يذكر علم الزهد، لا يذكر علم التصوف، لا توجد الرجال التي تصيغ الولد وتصيغ المرأة والبنت صياغة قيم وآداب وأخلاق مبنية على الأوراد، مبنية على الأذكار، مبنية على الاعتراف بحق الله، المبنية على الخضوع، المبنية على الخشوع. اليوم نحن نرى في زماننا مدارس ومواطن تعليم تنمي الأطفال والأولاد على الجرأة وعلى قلة الأدب وعلى الاختلاط في المرأة وعلى تدمير القيم وعلى إضاعة الشرف وعلى زوال الحشمة وعلى رفع الحجاب وعلى الإفساد وعلى اللواط وعلى الزنا وعلى الخمر وعلى القاذورات التي هي دمار الأمة. إذن دورنا اليوم ودوركم في هذه البلدة التي وصلتم إليها أنكم تحملون هذا الهم. وهذا المنهج ينقسم قسمين: قسم منه علم حيث لا قيمة لأحد يرتبط بالطريق إلا بأصول العلم وما يسمى بالعلم الفرضي الواجب، والثاني التربية والقيم والأخلاق التي تربط العبد بالله وتربط العبد بنفسه وتربط العبد بمن يحيط به. وكل هذا لا يتأتى إلا بالمشيخة. المشيخة في العالم العربي والإسلامي ضعفت حتى تحولت إلى أطر ضيقة قد لا تتجاوز الأذكار والأوراد كما هو في بلاد المسلمين. لا زالت في ترين، ليست قائمة على هذا فقط، ولكنها قائمة على الأوراد وعلى الأذكار وعلى إعادة صياغة الإنسان. يعيدون صياغة عقلك وصياغة قلبك وتعرف من أنت. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فتضع نفسك على الوضع الصحيح الذي أقيمت من أجل هذه الدورات، بل أقيمت من أجل هذا المباني، فتشم رائحة السلامة وتشم رائحة الهدف الأسمى الذي أنت تعمل له. كم تعرفون من أشباهكم وأمثالكم في وطننا وفي غير وطننا لا يفكرون إلا في الفوضى، ولا يفكرون إلا في الأذى لبعضهم البعض، ولا يفكرون إلا في الدنيا، ولا يفكرون إلا في الشهوات، ولا يفكرون إلا في السيطرة، ولا يفكرون إلا في النهب والسلب، وربما لا يفكرون إلا في الحروب كما نرى في العالم. أنتم عندما تؤسسون بهذا القيم في هذه البلد منهج السلامة، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة برحمتك دار السلام. ما خلقنا الله في الأرض إلا للسلام، ما خلقنا الله للحرب، وما خلقنا الله للهتك، وما خلقنا للأذى، خلقنا للسلام. لكن أوجد مخلوق آخر وظيفته الحرب وهو الشيطان. فالناس على قسمين: الذي يدعو إلى السلام يدعو إلى الله، والذي يدعون للحروب والفتن يدعون للشيطان، وشتان بين الاثنين. ولكن ترون الحشد الشيطاني الظلماني أخذ كثير من الشباب، أخذ كثير من البنات، أخذ كثير من المتعلمين والمثقفين، حتى بلغ كثير منهم في عالمنا المعاصر تحولوا إلى ملحدين، تحول إلى ما يسمون الليبراليين، علماني. ما السبب؟ الوعاء لم يجد أحد يطهره، ما وجد أحد يطهره، مع أن الله تعالى جعل الدين وظيفته التطهير. يطهر الله سبحانه وتعالى العنصر البشري ويخرجه من دائرة البشرية النسبية إلى دائرة الصفاء، وإلى دائرة النقاء، وإلى دائرة الوقوف مع حقائق مراد الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق. منهم الأولياء. الأولياء أناس طهروا أرواحهم وطهروا عقولهم ورتبوا أوقاتهم ووجدوا من يدلهم على الله، فانطووا في هؤلاء الأدلة حتى حماهم الله سبحانه وتعالى ورفعهم. واليوم نحن وإياكم في أمس الحاجة لأجل نشر هذا العلم، لأجل نصنع السلام في الأمة، ولأجل نقرب الناس من ربهم، نحببهم إلى الله ونحبب الله إليهم، حتى يصدقون في الطاعة ويصدقون في العبادة.